ما عمرك سولتي راسك شنو ممكن يتبدل فيك الا حبستي السكر مده سيمانه؟ غير سيمانه. ايوا وجدي ليا راسك باش تصدمي شنو غادي يطرالك في هاد السيمانه. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي غادي يفيدكم بزاف ان شاء الله. قبل ما نبداو ما كرهش تخلوا لي متابعه ولايك باش هكا تزيدوا تحفزوني اكثر باش نزيد نحط لكم ان شاء الله بزاف ديال الفيديوهات، ومازال غادي تزيدوا تستافدوا معايا ان شاء الله بزاف. اول حاجه غادي نبداو بها خاصنا نعرفوا علاش السكر مضر. خليني نقول لك شنو تيوقع لك في الجسم ديالك فاش كتاكلي السكر بزاف. اول حاجه السكر كيرفع لينا نسبه الانسولين في الدم وتيتخزن لينا على شكل دهون. السكر كيدير ادمان خطير لدرجه الادمان ديالو صعب بعشرة المرات من ادمان ديال المخدرات. لهاد الدرجه حسيت بك تصدمتي. ونزيدكم تيأثر لينا على التركيز، ما كتبقايش تقدري تركزي لا في خدمتك ولا في قرايتك، كتولي ديما ساهيه. اما الناس ما كيبقاش مقاد نهائيا، كتولي واخا تنعسي بزاف ملي كتفيقي كتحسي راسك ديما ما شبعاناش نعاس. اما الشهيه كتولي مفرطه لواحد الدرجه ما يمكنش، راه انت كتحسي راسك شبعانه ولكن كتحسي راسك انك باغا تاكلي شي حاجه حلوه. سيرتو في الليل كتولي ما كتنعسيش الا ما كليتيش شي حاجه حلوه. اما المورال بلا ما ندويو عليه، كتولي تحسي راسك ناشطه فاش كتاكلي شي حاجه حلوه. اما الا ما كليتيهاش كتحسي راسك مقلقه وما عندك خاطر وما عندك جهد انك ديري حتى شي حاجه وما عارفاش السبب شنو هو. اما البشره بلا ما ندويو عليها، كتولي عامره حبوب، كتولي ديك البشره شاحبه، كتولي بحال واخا ما عرفت شنو ديري لها ديال الكريمات كتبان لك ما كيبان فيها حتى شي حاجه. السبب ديالو هو السكر. ايوا دابا ملي سمعتي هادشي كامل اكيد غادي تكون قررتي تبداي هاد التحدي وتحيدي السكر لمده اسبوع. انتي غير جربي، يعني غير سيمانه ديريها غير مع بالك، غير سيمانه صافي. ولكن ضروري خاصك تعرفي شنو غادي يوقع لك في هاد السيمانه وشنو غادي يدوز عليك. اول حاجه النهار الاول والنهار الثاني غادي يكونوا صعاب الصراحه. يعني باش نجيك للصراحه غادي تبدي تحسي راسك ضارك ومشهيه بزاف تاكلي شي حاجه حلوه، غادي تحسي راسك ما عندك خاطر لحتى حاجه وما عندك جهد انك ديري والو. ولكن خاصك تكوني عارفه بلي هادشي طبيعي، حيت الجسم بحال شي دري صغير ولفتيه السكر ديما وجيتي اليوم وقطعتي ليه، فهمتي؟ اكيد غادي يعطي واحد رده الفعل. داكشي علاش خاصك تصبري هاد اليومين وما تقربيش للسكر نهائيا، وخا يكون في غير في اتاي ما تقربيش ليه. صبري هاد اليومين وغادي تشوفي ان شاء الله نتائج زوينه. دابا وصلنا للنهار الثالث. في النهار الثالث غادي تبداي تلاحظي واحد التغيير، غادي تفيقي وانت عندك واحد الطاقه كبيره باش ديري بزاف ديال الحوايج، عندك واحد الحماس اللي ما يمكنش. غادي تحسي راسك نعستي مزيان ولا نعاسك مرتاح. ونهار على نهار حتى توصلي للنهار الخامس غادي تلاحظي بلي الشهيه ديالك لشي حاجه حلوه ما بقاتش. يعني كتكوني جالسه شبعانه حتى كتحتاجي مثلا كتقولي بغيت شي حاجه ناكل شي حاجه حلوه، هذاك الاحساس ما غاديش يبقى. غادي يولي يجيك الجوع غير في الوقت ديال الماكله صافي. يعني يجيك الجوع في وقت الفطور، في وقت الغداء، كسكروت، عشاء، يعني في وقت الماكله اللي غادي تاكلي، ماشي في اي وقيته مع 2-3 الليل وهكا. اما النهار السادس والسابع غادي تشوفي البشره ديالك ولات نقيه، بدات كتصفى، بدا كيمشي منها داك الحبوب اللي كان فيها، داك العجز اللي كان فيك غيمشي، ما غاديش تبقاي تحسي به. اما المناعه ديالك غادي تبدا تطلع. الا كنتي ديما كتمرضي كل سيمانه ولا كل 15 يوم كتجيك لاغريب، غيبدا ينقص هذا الشيء حيت المناعه ديالك غادي تطلع. اما الا كنتي غليظه اولا مثلا الوزن ديالك مبقاش غادي يبدا يتقاد. واهم حاجه اللي عجبتني انا في هذا الشيء كامل هي انك ما غاديش تبقاي تعصبي على اي حاجه، على اي سبه كتعصبي نهائيا. غادي تولي انسانه كالم ونفسيتك غتولي مرتاحه وغتولي ديما راشقه عليك. ودابا نتمنى تكوني فهمتي بلي السكر غير زيد في حياتنا، بالعكس كيصعب علينا هاد الحياه اللي خاص اصلا نعيشوها وحنا مرتاحين. ويلا نتشجعي ونوضي دابا حيدي داك السكر غير سيمانه جربي واجي ردي عليا في لي كومونتير. جربي الا باغا حياتك تبدل. نتمنى تكون عجبكم الفيديو وخلي لي معكم متابعه ولايك، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.